نرحب بالأستاذ ماجد الحارثي من المركز الإعلامي لمقاومة شبوة. مرحبا بك أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، المعلومات والإحصائيات لديك سواء من الأسرى، من الجرحى، من الأسلحة التي تم السيطرة عليها بعد تحرير بيحان. أولا أشكر الله عز وجل على ما تم تحقيقه من تحرير ومن دحر لهذه الميليشيات التي عادت في بيحان فسادا بكل ما تعني الكلمة من الفساد. أما بخصوص سؤالك أخي بشير، الإحصائيات في المعركة لا زالت مستمرة والجيش لم يتوقف، ولا زال الحوثيون ينزلون من الشعاب والجبال باستمرار ويسلمون أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. الرقم الذي وصلنا إليه حاليا منذ انطلاق معركة تحرير بيحان 300 أسير من غير الجرحى، الأسرى الجرحى. نعم. الأسرى الذين لم يصابوا بأذى، قتلاهم العدد كبير، تجاوز على آخر إحصائية وصلتني 150 قتيل. أما بالنسبة للمعدات أو الآليات فهي كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن المواطنون يهرعون إلى تسليمها لقيادة الجيش الوطني وإعادة سلاح الدولة إلى حضر الدولة. نعم. طيب أستاذ ماجد، الآن يعني بيحان وعسيلان وآخر منطقة في شبوة ووادي خير تم التحرير. تحركات الآن السلطة المحلية في شبوة من أجل إعادة الحياة إلى هذه المناطق، هل بدأت هناك تواجد للسلطة المحلية لإعادة الخدمات لعودة الناس إلى منازلهم؟ محافظة شبوة مشكورا اللواء علي راشد الحارثي تلقى قبل قليل اتصالا هاتفيا من الاخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه، اتصالا هاتفيا يبارك فيه انتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، ويحث السلطه المحليه على القيام بدورها. محافظ المحافظه ومدراء المديريات الثلاث بيحان وعسيلان وعين تواجدوا مع الجيش الوطني منذ اول يوم اسنادا له وتوعية للأهالي بمخاطر الأماكن التي توجد فيها الألغام. توزيع الإغاثة اليوم الشيخ علي أحمد الحجري الحارثي ومدير مديرية عسيلان قام بتوزيع المعونات التي وصلت من مركز الملك سلمان للإغاثة على المتضررين في مديرية عسيلان. كما أنوه أن مديرية عسيلان حاليا مليئة من كانوا ناجحين من المديريات المحتلة. مدراء المديريات الأخرى تواجدوا، مدراء الأمن يقومون بدورهم. كل منطقة تتحرر حسب ما وصلت التوجيهات من قيادة جبهة بيحان أن كل منطقة تتحرر يتم القيام فيها بالدور الخدماتي والأمني. نعم. طيب، مع ماجد الحارثي من المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية. ماجد، إذا تحدثنا عن السر الأساسي في هذا التقدم وبهذا الانتصار الكبير الذي حدث في محافظة شبوة، وأنت مطلع وترافق كل تحركات المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهة. السر الأساسي وراء هذا التقدم والانتصار الذي أحرز، يعني إذا كنا نتحدث عن المقاومة الشعبية والجيش الوطني فالعزيمة موجودة والإخلاص موجود منذ فترة، إلا أن في الفترة الأخيرة وجدت العزيمة الصادقة لدى القيادة السياسية والتحالف العربي لتخليص هذه المنطقة من شر الميليشيات الحوثية. عند ذلك توحد جميع أبناء الشعب اليمني المتواجدين في مديريات بيحان الثلاث وأصروا إصرار كامل على أنه لابد من تحرير وتخليص هذه المناطق من ميليشيات الحوثي. توحدوا على أن بيحان ومصلحة بيحان فوق كل المصالح. توحدوا على أنهم يمنيين يقاتلون تحت العلم اليمني، تحت القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ونائبه وهيئة الأركان العامة. نعم. ماجد، سؤال أخير فقط، مقدار وحجم التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهة حتى تحقق هذا الانتصار؟ والله لا أخجل أن أتحدث عن هذا الموضوع، إلا أن الإحصائية
تفوق 800 شهيد في هذه المنطقة منذ دخول ميليشيات القتل والدمار إليها، تتجاوز 3000 جريح، المنازل، مئات المنازل هدمت، مئات يعني الممتلكات الخاصة مثل الآبار، السيارات، الجرحى بعضهم فقد نصفه، بعضهم فقد قدميه، بعضهم فقد أطرافه. يعني بيحان بكل معاني التضحية قدمت. بيحان لا ينقصها أن تضحي، ضحت بما فيه الكفاية، وبإذن الله عز وجل نكون نحن في بيحان الذين ينتمون إلى الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية عونا وسند ومدد لإخواننا في البيضاء أو أي محافظة ترتئي القيادة أننا نكون فيها. أشكرك جزيل الشكر ماجد الحارثي من المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في شبوة، والشكر أيضا للناشط السياسي ياسر الصائلي من شبوة، وكذلك لمستشار محافظ شبوة محسن الحاج، وأيضا للأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.